يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعد لي مساكن وكل أوقاتكم يا رب. ورجعت لكم بفيديو جديد وإن شاء الله ينال إعجابكم. بتمنى بس هيك ببداية الفيديو ما تنسوني باللايك فضلا منكم وليس أمرا، ربي يسعدكم. اللايك كتير أساسي بالقناة، بعليلي الفيديو، بعلي مشاهدات الفيديو. أتمنى ما تنسوا اللايك. بعد 4 دقايق من الفيديو لا تنسوني من اللايك فضلا منكم، يعني اللايك كتير أساسي عن جد. وهون حبيت أشارك معكم هذا الفيديو. عزمت خواتي، الله هيك يخلي خواتكم يا رب. ومثل ما بتعرفوا إفطار الصائم في بيتك أجر وثواب عند رب العالمين. فحبيت إني هيك أعزم خواتي، أسوي هيك لمة حلوة، نرجع شوي من أيام الماضي، أيام زمان. لا تواخذوني شوي صوتي رايح، مرضانة. الله هيك يشفيني ويشفيكم ويشفي أمة محمد يا رب. حبيت اني هيك اسوي لهم اكلة رز كبسة. هون مثل ما لكم شايفين عندي هون الفخاد عبتبلن. طبعا التبلة اللي ما بستغني عنها توم بودرة وبصل بودرة والكركم، بهار كبسة وفلفل وبهار عادي، وبضيف عليهم الورق الغار مثل ما شفتوا وحبات القرنفل. عن جد بيعطي طعم كتير طيبة، حتى الزناخة يعني ما بضل ريحة زناخة أبدا بالفروج حتى لو بالسمك. وهون هلأ هيك بعد ما حطيتهم بالصينية حطيت عليها ورق زبدة مثل ما قلت لكم. بس طبعا قبل هون عندي الفخاد نقعتهم بالمي والخل والملح قبل ساعة، وبعدين مثل ما شفتوا تبلتهم وحطيت من تحت ورق زبدة ومن فوقهم كمان ورق زبدة، وبعدين الورق القصدير أو الورق السلوفان. وبعدها بحطهم بالفرن. عن جد بيعطوا طعم كتير طيبة، يعني شلون كأني جايبينهم جاهز هيك طعمتهم عن جد. وهون مثل ما شفتوا جهزت التمر الهندي، جهزت الشي اللي بدي استعمله كله بحطه على الطاولة مشان وقت قبل ما يصير الأذان ما ألتبك. بالأخص أنا إذا عندي ضيف يعني بلتبك كتير، بحب أجهز الشي قبل ما حدا يجي لعندي. هلا هون عندي كاستين من البرغل رح أعمل فيهم كبة بالصينية. هلا هون نقعت البرغل لمدة ربع ساعة مي سخنة غالية، بخليه حتى هيك يتشتش البرغل عندي، وبعدين ببلش بقى بمهكه مع الكبابة. هون عبورجيكم الصينية طالعتها من الفرن، شلت عنها الورق القصدير وشلت كمان الورق الزبدة. هلا ببلش، شوفوا ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هون بروح وبجي وبلتهم من الدهن اللي فيهم هيك مثل ما لكم شايفين بدهن الوجه حتى بقى يعطيني اللون الذهبي اللي بدي اياه. عن جد جربوا هاي التبلة وما رح تندموا ان شاء الله. هلا هون برجعهم على الفرن وببلش بقى بعجينة البريوش او المعروك، نفس العجينة هي. عندي هون كاسة من الحليب، بضيف عليها نص كاسة من المي، طبعا كله دافي. هون انا غليت شوي الحليب فلهيك ضفت نص كاسة مي باردة يعني حتى يصير متناسبين مع بعض. وضفت عليهم معلقتين من الخميرة الفورية، وبضيف عليهم كمان كاسة وربع من السكر، طبعا السكر حسب الرغبة. وهون بخلطهم كتير منيح مع بعض، وبضيف بياض البيض، بس حبتين بيض باخد منهم البياض، والصفار بتركه لدهن الوجه ان شاء الله. هلأ مثل ما لكم شايفين عبدوب السكر عالسوا، بدي اياه يدوب تماما هو والخميرة. وهون بضيف معلقة كبيرة من المحلب ومعلقة صغيرة من الشمرة، وكمان بخلطهم كتير منيح مع بعض. وبضيف الطحين. طبعا الطحين في منه انواع، يعني
في طحين بتحتاجي كتير انه تحطي للعجنة اللي بدك تعجنيها، وفي منه لا. انا هون عم بحط الطحين بالتدريج، يعني مثل ما لكم ملاحظين انا ما بكيل بالكاسة، هو اصوله انه يعني 8 كاسات، بس مثل ما بقولكم حسب الطحين. يعني المهم تتكور عندي العجينة ناعمة وطرية، ما بدي اياها انه قاسية اكتر لها كتير الطحين، لا بدي اياها كتير ناعمة تكون عندي. وبتركها لمدة ساعة أو ساعتين قد ما بدك عيفية. أنا سويتها قبل الأذان تقريبا بساعة ونص، وخليتها لبعد الأذان، وما شاء الله عطتني نتيجة غير شكل. طبعا خليتها هيك جنب الصوبة بمكان دافي. هلا أكيد شفتوا بالفيديو أنا مالي مصورة كتير البريوش. مثل ما بتعرفوا يعني الدنيا رمضان وواحد بيلتبك وهيك، فلهيك اني قطعت شوي من التصوير، يعني ما صورت. فهون العجينة بعد ما عجنتها حطيت لها نص قالب زبدة او نص كاسة يعني، وعجنتهم كتير منيح مع بعض. وبعدين حطيتها بمكان دافي وخليتها تقريبا يمكن ساعتين ونص أخدت معي. مثل ما قلت لكم شقد من تركتوا العجينة ترتاح بتعطيكم نتيجة كتير كويسة. وهلأ هون مثل ما لكم شايفين رح نبلش مع بعض بالكبة بالصينية. ضفت عليها كيلو من الكبابة، طبعا على كاستين برغل، وبضيف التوابل فليفلة حمرا والملح والبهار والفلفل. هلا عندي هون الزورق البايركس بدهنه زبدة، طبعا مثل ما لكم شايفين الزبدة كتير كتيرة، وهي شقد من حطيتي لها زبدة بتشرب البرغل بشرب. وهون بعد ما زبطتها هيك ورتبتها وقطعتها بزينها بفستق او جوز، طبعا اختياري، وبحطها بالفرن وما بتاخد كتير وقت بالفرن. وبلشت هون بالرز الكبسة، طبعا قليت الثوم وضفت البندورة والفليفلة الحدة. وهون بعد ما قليت البندورة والفليفلة بضيف البهارات. هيك عبورجيكن التجهيزات. هون استوت عندي ورتبنا هيك الصحون، سويت لي هيك لبن بخيار وسلطة وفتوش وتجهيزات يعني. عبورجيكن هون المطبخ الله لا يرويكم قايم قاعد. طبعا هون بناتي كانوا عم بيشتغلوا اول باول، الله يخلي لي اياهم ويخلي بناتكم يا رب ويحميهم ويبعد عنهم كل شر وكل اذى. هي هيك عبورجيكم السفرة، شوفوا ما شاء الله. صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم يا رب. هي هون عبورجيكم البريوش ما شاء الله. طبعا بعد ما شبعت فورا قمت هيك جهزت العجينة وزبطتها وحطيتها بالفرن واستوى عندي، وجهزنا هالشاي مثل ما لكم شايفين. وبفضل الله قمنا بواجب هالضيوف. الحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا الصحة والعافية، والله يديم علينا المحبة. وهلا اكيد ما بننسى كاسة التمر الهندي. عن جد انا بفضل التمر الهندي اكتر من السوس. هلا بقولوا السوس كمان انه يعني صحي للجسم، بس يعني سبحان الله في ناس بتقبله وناس ما بتقبله. اذا بدي اشرب يعني اكتر من نص كاسة ما بقبله اكتر من هيك. يعني عندي التمر الهندي غير شكل، وطبعا بعمله على ايدي وما بينشرب اذا ما معه بوظ. يعني حتى لو الدنيا شتوية بدك انه هيك لو كانت تحطي له قطعتين بوظ بيطلع طعمته كتير طيبة لسه مع البوظ، هيك بيكون بارد غير شكل. هاي هون انا واختي عم نصور هيك كاساتنا. يعني عن جد يا جماعة لمة الخوات غير، الله يديم المحبة والألفة بين كل الخوات يا رب. بتلاقي هيك الضحك المزح، يعني الخوات مثل ما بقولوا هيك بغيروا جو قلبهم على بعض. الحمد لله رب العالمين. فهون هيك قاموا هالصبايا وبلشوا هيك ينظفوا لي هالمطبخ.
فهون انزعجت أنا من شغلي، راحوا من دون ما يشربوا قهوة. تأخر الوقت ومثل ما قلتلكن بيني وبين إخواتي ربع ساعة وأكتر بشوي، فتأخروا وراحوا ما شربوا القهوة. هاي الشغلة أنا ازعجتني، فقلت يلا خيرة بغيرها إن شاء الله. فهون هيك بعد ما راحوا وهالبنات نظفوا هالمطبخ وهيك بركنا استرحنا شوي، فقمت هيك سويت لي فنجان قهوة بعد العشاء وبعد الجاي وبعد التمر الهندي. هيك بيجي الفنجان القهوة غير شكل. وإذا لساتكن لهون بالفيديو فضلا منكم لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكن كل شي جديد بجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبشوفكن بفيديو جديد إن شاء الله.